هنبدأ نشيل الأول الهارد ديسك، نطلعه نحط بداله الهارد الاس اس دي الجديد. فأولا خلي بالك الشريحة دي اللي معدية فوقيه اللي هي بتاعة اليو اس بي والاس دي كارد اللي هم في الجنب دول، فخلي بالك يعني. الأول شايفين هنا دي الشريحة بتاعتهم اهي اللي موصلة اليو اس بي ده والاس دي كارد بالبوردة. فهنحاول بشويش كده نرفع الجزء الأسود ده لفوق ضفرك كده أو بحاجة رفيعة، ترفعه زي كده لفوق وتسحب دي لبره كده فصل. ونفس الفكرة في بتاعة الهارد ديسك، الشريحة الصغيرة دي بتاعته هو، هنرفع دي برضو لفوق كده زي ما هي كده اترفعت لفوق، نشدها لبره كده اتفك. ننزله كده بقى، نجيب المفك بتاعنا بالراحة كده. في 3 مسامير هم ماسكين الهارد في القاعدة نفسها أو في الجسم نفسه، هنفكهم كده. برضو المسامير دي عزلها لأن دي مسامير وحديها، وفي نفس الوقت حجمهم أصغر من باقي المسامير بتاعة الغطاء. طبعا اللاب بقاله فترة ما تفكش من ساعة ما جه تقريبا ما فكتوش، فعايز يتنضف. بعد ما فكنا المسامير اللي ماسكة الهارد ديسك في الجهاز نفسه، هبدأ كده أرفع الهارد ديسك بتاعي. وده الهارد ديسك القديم اللي احنا هنخليه بدل السي دي روم يركب هنا بالكادي عشان يبقى ده وحدة التخزين الأساسية بتاعي. طبعا هفك ال4 مسامير بتوعه دول اللي ماسكينه مع الكفر. برضو المسامير دي صغيرة خالص، خلي بالك أهم حاجة ترتيب المسامير لأن المسامير فيها كبير وصغير. نبدأ نشيل بقى الغطا ده أو القاعدة بتاعته اللي بتثبته، طلعها كده، هنركب فيها الهارد الاس اس دي بعد شوية.